السلام عليكم، كنتمنى انكم تضغطوا على جيم تحت الفيديو واشتراك في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. والآن إلى تفاصيل، لكن قبل ذلك نود أن نشكركم مشاهدين على دعمكم لهذه القناة في فترة تعرضها لهجمات الذباب الجزائري، وندعوكم لمزيد من الدعم، فإعجابكم بالفيديو ووضعكم لتعليق باسم المغرب أو بعلمها هو السبيل للرد على كل أعداء هذا الوطن. في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت أطلقت حركة حماس مئات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تفجير صافرات الإنذار في مناطق إسرائيل، حيث أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجم داود الحمراء عن وفاة امرأة نتيجة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وأصيب 15 شخصا آخرين بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة بعد الهجمات الصاروخية، كما نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على أهداف في قطاع غزة. كما أعلنت كتائب القسام مسؤولية حركة حماس عن الهجوم المفاجئ على إسرائيل، وقالت أنه قد تم إطلاق أكثر من 5000 صاروخ مع بدء عملية طوفان الأقصى. هذا ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل والفلسطينيين يوم السبت إلى التصرف بحكمة وتجنب المزيد من التصعيد. وفيما تستمر حركة حماس في تنفيذ عمليات واسعة ضد إسرائيل، أعلنت إسرائيل أنها في حرب، وقال أردوغان: ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة والابتعاد عن التصرفات العاطفية التي تزيد من التوتر. وأدانت فرنسا أيضا بشدة الهجمات التي وصفتها بالإرهابية المستمرة ضد إسرائيل وشعبها بعد إطلاق الآلاف من الصواريخ من قطاع غزة وعمليات التسلل إلى إسرائيل، وذلك وفقا لإعلان وزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت، حيث أعربت الوزارة عن تضامنها التام مع إسرائيل وضحايا هذه الهجمات، وأكدت مرة أخرى رفضها المطلق للإرهاب والتمسك بأمن إسرائيل. كذلك نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوت السبت نددت بشدة الهجمات التي وصفتها بالإرهابية القادمة من غزة ضد إسرائيل، وأضافت عبر موقع إكس أن ألمانيا تتضامن تماما مع إسرائيل والحق الذي يضمنه القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم السبت أن الاتحاد يدين بشكل لا لبس فيه هجمات حركة حماس، وأعرب عن تضامنه مع إسرائيل، مشيرا إلى قلق الاتحاد الأوروبي إزاء التطورات في إسرائيل، ودعا إلى وقف العنف على الفور، مشددا على أن الإرهاب والعنف لا يحلان المشاكل. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعبر عن تضامنه مع إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة. ومن جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن حركة حماس قد شنت حربا ضد إسرائيل بعد إطلاقها العديد من الصواريخ وتنفيذها سلسلة من عمليات التسلل في الأراضي الإسرائيلية. وأفاد جالانت في بيان بأن حماس ارتكبت خطأ فادحا هذا الصباح وشنت حربا ضد دولة إسرائيل، مؤكدا أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقاتل العدو في كل مكان. فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس ستدفع ثمنا غير مسبوق بعد شنها عملية واسعة بالصواريخ والتسلل داخل إسرائيل. وقال نتنياهو في بيان: شنت حماس هذا الصباح هجوما إجراميا مباغتا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. لقد أمرت بتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، وسنرد على إطلاق النار بحجم لم يعرفه العدو. سيدفع العدو ثمنا غير مسبوق، معلنا أن بلاده في حالة حرب. وذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية نقلا عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 22 إسرائيليا قتلوا في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية يوم السبت. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن معارك برية يوم السبت ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بغزة بعد تسلل هؤلاء بواسطة المظلات عبر البحر والبر.
وصرح المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيكت خلال إيجاز صحفي قائلا: تمت عملية برية مشتركة عبر استخدام الطائرات المظلية عبر البر والبحر. نحن نخوض معارك في الوقت الحالي في مواقع محددة في المناطق المحيطة بقطاع غزة، وقواتنا تقاتل حاليا على الأرض. هذا وأعلن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف أعلن مسؤولية حركة حماس عن الهجوم المفاجئ على إسرائيل. وقال الجناح المسلح لحركة حماس أنه تم إطلاق أكثر من 5000 صاروخ مع بدء عملية طوفان الأقصى. ودعا الضيف في بث عبر وسائل إعلام تابعة لحركة حماس دعا الفلسطينيين في كل مكان إلى القتال، وقال: اليوم هو يوم المعركة الكبرى لإنهاء الاحتلال الأخير على سطح الأرض على حد تعبيره. وقالت كتائب عز الدين القسام أن القيادة قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب. وأضاف: نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناتها تجاوزت 5000 صاروخ وقاذيفة، وذلك حسب ما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة. ومن جانبها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي بأن مقاتليها انضموا إلى حماس في الهجوم على إسرائيل. وبدأ القصف من مواقع متعددة في قطاع غزة قبل الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، واستمر لمدة نصف ساعة تقريبا، وفقا لما أفاد به صحفيو وكالة الأنباء الفرنسية، حيث تم سماع ذوي انفجارات في مناطق متعددة في قطاع غزة المحاصر. ويبدو أن هذه الانفجارات نجمت عن إطلاق رشقات من الصواريخ المختلفة، حيث أن الوضع يبدو أنه متقلب ومتطور بسرعة، ويجب أن يتم متابعته بعناية من خلال وسائل الإعلام والجهات المعنية. كما ذكر شهود عيان أنهم شاهدوا عشرات الصواريخ تنطلق من أماكن مختلفة في قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية، وهذا يشير إلى استمرار التوتر والأعمال العسكرية بين الجانبين والاشتباكات المستمرة. إذا كنتم مشاهدين ترغبون في متابعة أخبار فلسطين، لا تترددوا في مشاركة بالقناة، وسنوافيكم. السلام عليكم، كنتمنى أنكم تضغطوا على جيم تحت الفيديو واشتراك في القناة باش توصلوا ديما بالجديد.